السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا. وصباح الفل والهنا والسعادة على كل اللي بيتفرج عليا الصبح، ومساء الفل والهنا والسعادة لكل اللي بيتفرج عليا بالليل، حسب بقى ما يوصل لكم الفيديو. النهاردة بقى أنا هعمل معاكم ايه؟ الكرشة دي والكوارع، معنا كرشة وكوارع هنعملهم سوا، يعني حاجة كده جامدة من الآخر. تعالوا بقى نشوف الطريقة بتاعتي، أنا عملت الكرشة ازاي وعملت الكوارع، وكمان عملت معاهم ملوخية زي ما انتوا شايفين كده، عشان تبقى الاكله نار كده زي ما انتوا شايفين. انا هسيبكم بقى صورتها لكم كده في الاول عشان اوريكم النتيجه بتاعتي طلعت عامله ازاي، وبعدين هنخش بقى على الفيديو طحن بقى، هنشوف عملنا ايه مع بعض ونشوفوا سويناهم ازاي، والطريقه اللي انا سويت بيها الكرشه والكوارع، وازاي برضو الكوارع بتاعتي طابت معايا بسرعه. بس الاول كده قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، تخشوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. نخش بقى على الشغل التقيل بتاعنا. معايا هنا الكرشة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، نضفتها كويس وغسلتها بخل وليمون ودقيق وطماطم زي ما احنا بنعمل، يعني زي ما كلنا بننضفها وبنغسلها. ومعايا كمان هنا الملوخية بتاعتي ومرقة دجاج عشان بحب احط عليها مرقة الدجاج، بتديها طعم حلو، والكوارع والطماطم. ومعايا بقى كمية التوم دي اللي انا هستخدمها في الاكل كله، لان الاكل كله هيبقى بتوم. معايا بقى الكمية الحلوة دي، كمية معتبرة زي ما انتوا شايفين كده. والطماطم برضو بتاعتي دول 2 كيلو، فرمتهم كده هستخدمهم برضو في الثلاث اكلات، في الكرشة والكوارع والملوخية. وكله بقى اللي هعمله بقى الصلصة بتاعته بتوم، كل الاكلات دي التلات اكلات. هنبدأ بقى كده معانا نحط حلة على النار عشان نعمل الصلصة بتاعت الكوارع. احط زيت كده وانزل بقى بالثوم، احط معلقة توم حلوة كده برضو. انا بحب اعمل الكوارع او الكرشة بحب اطبخهم بالثوم، بالذات بقى كمان ان احنا في الصيف، فالثوم بيبقى خفيف قوي في الاكل عن البصل، لان طبعا البصل بيبقى تقيل وحامي في الاكل كده، الثوم اكل خفيف وصحي كمان، الاكل اللي هو الخفيف ده. هقلب التومه بتاعتي كويس، انا مش هخليها تحمر، انا بس هديها اللون الذهبي الحلو ده عشان تفضل ريحتها وطعمها موجوده في الاكل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص خدت اللون الحلو ده، هنزل بقى عليها بكميه حلوه كده من الطماطم. انا معايا بقى الطماطم بتاعتي دي هاخد منها بقى لكل الاكلات، انا مصفيها وراكنها جنب في ريح مني كده عشان اخد منها. هقلب كويس بقى واحط لها بقى شويه ملح وهركنها بقى على العين اللي جوه، وابدا اشتغل اشوف اللي بعده. شويه الملح دولت، انا مش هكتر الملح لان طبعا الكوارع بتغلي كتير وبتعوز سوا كتير، فكل ما بتغيب على البوتاجاز بتحدق. معايا برضو الحلة دي هبدأ بقى اشوح الكرشة بتاعتي. اهم حاجة في الكرشة ان احنا نشوحها الاول كده، وتنزل بقى كل المية اللي فيها والحاجات دي ونتخلص منها عشان خاطر ميبقاش فيها اي ريحة او اي زفارة وكده. لازم التشويحة دي، وبعد كده لما بننزل المية هقولكم بنعمل بيها ايه. لما هي بتنزل ميتها كده واحنا بقى بنصفيها وكده هقولكم بنعمل ايه. دلوقتي انا حطيت الكمية بتاعتي كلها كده، هسيبها بقى تتشوح كده على نار متوسطة، وبعد ما تتشوح كويس هرجع لكم نشوف هنعمل فيها ايه. كده هقلبها بس حلو الاول كده عشان خاطر ما تلزقش مني في الحله. عايزاكم بقى تشجعوني كده وتعملوا لايك للفيديو ده عشان ترفعوا معايا الفيديو، عشان والله الواحد بيتعب في الفيديوهات زي ما انتوا شايفين كده وفي المونتاج بتاعها. دلوقتي بقى انا سبت الكرشة على جنب وغطيت عليها، هعمل بقى الصلصة بتاعت الملوخية. استغل الوقت بتاعي كده، حطيت برضو شوية زيت كده، وهنزل برضو بمعلقة حلوة من الثوم زي ما انتوا شايفين. هسيبها برضو تحمر تاخد اللون الذهبي اللي هو الحلو ده، وهنزل عليها برضو بالطماطم. انا مش هحمر البصل التومة عشان خاطر لما بتحمر طعمها بتفقد الطعم بتاعها ومتبقاش حلوة، طعمها بيغير. هقلب حلو كده زي ما انتوا شايفين، هستمر في التقليب. تمام كده، شايفين اللون الحلو ده؟ نديها برضو شوية طماطم كده. تمام كده، هسيبها بقى تتسبك واركنها على جنب، ونرجع بقى نشوف الكرشة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. انا سويت الكوارع الاول، ولا يعني عملت الصلصة بتاعت الكوارع الاول عشان اسويها على طول، عشان خاطر هي بتاخد معايا وقت في التسوية،
فقلت اخلص من الكوارع الاول. يعني سايبه برضو الصلصه بتاعتها بتتسبك كده على العين اللي جوه. رجعنا بقى ايه للكرشه بتاعتنا. شايفين بقى هي زردة الميه دي اللي انا بقول لكم عليها، نزلتها كده منها. الميه دي لازم نتخلص منها الاول كده، عشان دي بقى اللي تبقى ايه عامله إيه يعني بتحوش بقى ريحه الزفاره وتخلي الكرشه بتاعتنا كويسه. لازم نتخلص من الميه دي. هاخدها بقى كده اصفيها على الحوض وارجع لكم تاني. هشيل بس الحله بتاعتي كده وارجع لكم تاني. انا خلاص صفيتها زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها برضو تتشوح، بس هحط لها بقى معلقه توم، عشان التوم بيحوش منها اي ريحه وحشه، بيخليها تتخلص من اي حاجه وتبقى بقى ريحتها كويسه. انا برضو بغسلها بتوم وهي لسه نيه كده، بفرم لها توم مع ليمون وخل في الخلاط كده، واقوم غسلها بيه، بيخلي ريحتها جميله جدا. وسواء بقى حطها في الفريزر او هطبخها، بس بيبقى طعمها بتبقى ريحتها حلوه، وكمان لما اجي اطبخها بتبقى طعمها حلو. هقلب كده التوم مع الكرشه واغطي عليهم واسيبهم شويه، وبعد كده ارجع اقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين بقى دي الصلصه بتاعت الكوارع. زي ما انتوا عارفين طبعا انا قلت هنتخلص من الكوارع الاول عشان خاطر الوقت. بس هحط البصلتين دول، هحط بصله معايا هنا. البصل كده بحطه بقى ايه لما يبقى بعد ما الصلصه بتتسبك بحط بصلايه كده. زي ما انتوا شايفين الكوارع اهي. هسيبها برضو تاخد تشويحه في التقليه بتاعتها، وبعد كده ارجع لكم تاني. هقلبها بس حلو كده واسيبها بقى تاخد تشويحه كده مع نفسها. هغطي عليها بقى واسيبها. هركنها بقى كده. دلوقتي بقى انا سبتها شويه بعد ما طبعا خدت تشويحه حلوه كده في التسبيكه دي. هرجع بقى احط عليها ميه سخنه. اهم حاجه ان احنا لما نيجي نضيف عليها الميه تبقى ميه سخنه، عشان خاطر ما تغمقش معايا لون الكوارع. انا حطيت دلوقتي كده ورق لورا وحبهان وفلفل اسود. ده عشان خاطر دي التوابل اللي انا احطها لها، مش هحط اي اضافات تانية. الميه السخنه اهي زي ما قلت لكم لازم تبقى ميه سخنه عشان ما تخليش الكوارع بتاعت هنا لونها سمرة، ما تسمرش معايا تغمق كده. لازم تبقى ميه سخنه عشان تفضل الكوارع او اللحمه او كده تبقى لونها فاتح وتبقى لونها حلو، بيبقى شكلها جميل يعني. هركنها برضو كده على البوتاجاز من جوه وارجع نشوف الكرشه برضو تاني. دلوقتي معايا هنا حله هحط فيها شويه زيت وبرضو معلقه توم حلوه كده. كميه التوم اللي معايا بقى اللي فاضله دي كلها، لان ده اخر حاجه بقى هنستخدم فيها التوم. هقلب كويس برضو كده زي ما انتوا شايفين. واسيبها برضو تحمر تاخد اللون الذهبي الحلو اللي كنا بنقول عليه كده في اول الفيديو، طول الفيديو طبعا. وارجع انزل عليها بالطماطم. ها انتوا لسه مركزين معايا؟ لسه موجودين ولا رحتوا فين؟ طب الموجود يعمل لي لايك. تمام كده. احمرت كده اهي معايا، هات اللون الذهبي الحلو، ما احمرتش جامد. وحطينا برضو الطماطم عشان نخلص بقى الصلصة كده كلها مع بعضنا. هسيبها برضو كده لحد ما تتسبك وارجع لكم تاني. ومعلقة الملح اللي احنا متفقين عليها. تمام. اتسبكت ازاي، رجعت لكم بسرعة ازاي، مغيبتش عليكم عشان تبقوا عارفين. بس هجيب بقى الكرشة وانزل كده زي ما انتوا شايفين في الحلة. هقلبها كويس واسيبها شوية كده على نار هادية عشان تاخد من التسبيكة دي وتبقى ايه طعمها حلو. فهسيبها شوية كده وبعد كده ارجع ازود عليها برضو مية سخنة زي ما قلت لكم، عشان خاطر ما تغمقش لون الكرشة معايا. لازم المية سخنة على اي حاجة بتتشوح على النار، اي لحوم او كده. لازم لما نيجي نضيف عليها المية تبقى مية سخنة عشان خاطر ما تغمقش معايا، يبقى لونها اسمر وغامق كده. سبتها بقى دلوقتي اتشوحت في التسبيكة بتاعتها، خدت تشويحة كده زي ما انتوا شايفين. هحط بقى التوابل بتاعتي والمية السخنة واسيبها بقى ايه مع نفسها تطيب حلو كده.
هقلب كده كويس ونبدأ بقى نحط التوابل، فلفل اسود وحبهان وكوبا صيني. ودي التوابل اللي انا هحطها، مش هحط اي اضافات تانية. تمام، لان اي اضافات تانية بتغير معايا في طعم الكرشة. المية السخنة اهي، هجيب كمان شوية لان كانوا دول شوية صغيرين، هزود برضو كمان شوية مية كده، لان طبعا هي هتغيب معايا في السوا، بتغلي كتير، فهي يعني ايه بتحتاج مية زيادة عشان تبقى شوربة كتير يعني. شايفين بقى لونها الحلو ده، لون التسبيكة ولون الشوربة بقى لونها جميل جدا ولونها فاتح، وكمان الكرشة معايا لونها فاتح، وكمان لما اوريها لكم بعد السوا يبقى لونها جميل جدا. انا بقول لكم نسيت احط البصل ده، هحطه بقى تاني وارجع بقى اغطي عليها. انا بحط البصل كده ني، ما بسبكهوش مع التسبيكة، لان بيبقى يدي طعم حامي كده، وطبعا احنا عارفين ان التسبيكات والحاجات دي في الصيف بتتعب يعني. معايا هنا بقى التسبيكة بتاعت الملوخية كانت اتسبكت، ضفت عليها شوية شوربة بتاعت الكوارع وخليتها تغلي كده، وضفت عليها بقى مرقة الدجاج. هنزل برضو كده اسيبها تغلي كويس، واقوم نازلة بالملوخية بتاعتي والشوربة بتغلي كده. هفضل اقلب كده لحد ما الملوخية دي تتفكك معاكم كده ونشوفها. هفككها حلو كده، ايوه هفضل اقلب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تتفكك معايا كلها. شايفين انا فضلت برضو ان انا ارب فيها كده لحد ما فككتها اهي. شايفين بقى اللون، وما اقولكمش بقى على الريحه والطعم، كانت تحفه تحفه تحفه. وكمان عامله عرق معايا حلو ازاي. هجيب برضو كده، اللي مش عارفه اعملها لكم بالمعلقه، هجيب لكم بس الكبشه كده واعمل لكم بيها اهيت. شايفين بقى العرق الجميل ده، ما شاء الله كانت جميله جدا جدا، وبألف هنا اللي كل حاجه، بس بجد كانت تحفه. ودلوقتي خلصنا بقى الاكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. هنا الكوارع اهي، ولونها حلو زي ما انتوا شايفين كده، لان طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديو، وكمان معايا الكرشة وشايفين برضو لونها. وبجد الحاجة دي كانت جميلة جدا وطعمها حلو. ودي الملوخية، وطبعا معايا هنا طاجن شوربة كوارع، اهم حاجة ده في الموضوع كله شوربة الكوارع. زي ما انتوا شايفين الاكل بتاعنا خلص بسرعة، وكمان كان جميل جدا. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، واهلا ومرحبا بكل مشترك جديد في قناتي، وان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. هسيبكم بقى تستمتعوا كده بالفيديو، وان شاء الله تكون